ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ في فيديو جديد وحلقة جديدة. وحلقة النهاردة احنا رجعنا. طبعا انا عارف ان قعدنا فترة طويلة جدا جدا جدا. اخر فيديو تقريبا عدى عليه اكتر من سنة، وانا بصراحة يعني عندي مبررات الصراحة الفترة اللي انا غبت فيها دي، وعايز اتكلم معاكم عنها، وعايز اقول لكم ليه الواحد اساسا ساب اليوتيوب وعايز يرجع تاني الفترة الاخيرة. فليكم ما تنسوش لايك شير سبسكرايب، يلا بينا. طبعا انا مش هقعد اقول مبررات واصل حصل ومش حصل، ولكن بمنتهى البساطة الواحد اساسا بدأ اليوتيوب عشان كان عنده شغف بحاجة معينة. بعد نزول فيلم زاك سنايدر جاستس ليج ورجوع السنايدر فيرس مرة تانية، الواحد كان عنده شغف كبير جدا جدا لدي سي تاني والافلام السوبر هيروز عامة. وده بقى اللي دفع الواحد ان هو يبدأ على اليوتيوب ويتكلم ويحاول يخلي العالم ده يرجع تاني للنور، وعالم دي سي عامة بعد كمان تحفة مات ريفز فيلم ذا باتمان، وشفنا عودة قوية لدي سي. فالواحد كان عنده حماس فعلا انه يتكلم ويعمل فيديوهات ويشارك الناس بالشغف بتاعه ده. أنا الفترة اللي فاتت برضو كنت في الجيش، وكان معاها في نفس الوقت كنت شايف ان عالم دي سي رايح لنفق مظلم الصراحة. مش هنكر ولا هكذب ولا يعني هحاول ازايد على ان جيمس جان مخرج كويس جدا. انا افلام مارفل اللي حبيتها قوي كانت افلامه ثلاثية جاردن اوف ذا جالاكسي. شوفوا الجو والتون اللي عملته في افلام افنجرز الاتنين الاخر اند جيم وانفينيتي وور، كانوا هما يعني روح الفيلم تقريبا. فجيمس جان شخص كويس، انا بقولش انه وحش، ولكن في دي سي عمل ذا سوسايد سكواد وعمل ذا بيس ميكر، والاتنين بصراحه ما كانوش افضل حاجه. ذا سوسايد سكواد كان واحد من افشل افلام دي سي، ما جابش فلوس خالص يعتبر، وفيلم الواحد ما اتفرجش عليه تاني. انا شفته ساعتها اول لما نزلوا، وكان نزل تقريبا على منصه، شفتوش تاني الصراحه. فكان الواحد قلقان، وكمان كان جاي بعد مرحله كان الواحد عنده امل ومتوسم جامد جدا ان زاك سنايدر يرجع تاني. فانتوا متخيلين بعد الفترة دي والشغف كان في البيك، فجأة وقع تماما. كانت حاجه بصراحه يعني محبطه. ده غير كمان زي ما قلت لكم انا كنت في الجيش، وكان صعب جدا ان الواحد يعمل فيديوهات. الدنيا ما كانتش افضل حاجه، فالواحد ما كانش عارف هيطلع يقول ايه. وبعدين نزل فيلمين تقريبا، فيلمين او 3 افلام لدي سي الفتره الاخيره، فيلم شازام وفيلم ذا فلاش وفيلم اكوامان، والثلاثه بينافسوا بعض على مين الاسوأ. شازام بصراحه انا ما اتفرجتش عليه ومش ناوي اتفرج عليه. فيلم ذا فلاش اتفرجت عليه، وكان فيلم يعني اقول نص نص، مش احسن حاجة ومش اوحش حاجة، ولكن البدلة بتاعت فلاش كانت وحشة. القصة كانت نوعا ما مش افضل حاجة، كان ممكن تبقى احلى. شرير الفيلم حتى ما كانش قد كده. السي جي اي كان وحش جدا ككل، ما كانش حلو وما مهدش لاي حاجة مستقبلا. فيلم اكوامان نفس الكلام، فيلم سيء وفاشل. يعني هو في شباك التذاكر ما فشلش قوي، ولكن كان سيء جدا. فيلم مش حلو وما اضافش حاجة، فكانش في حاجة الواحد يطلع يتكلم عليها او يقول ان في حاجة جامدة هتحصل. وغير كده وكده الشغف كان واقع طبعا. بس مؤخرا الواحد كان متحمس لبعض الحاجات، منها انا اتفرجت على ذا بينجوين، مسلسل اقل حاجه اتقال عليه الافضل في السنه. عالم مات ريفز لازم نديله حقه كده. عالم مات ريفز ده لو اتفصص واتعمل منه حاجات كتير انا شاري معاك في اي حاجه منهم. كمان فيلم ذا باتمان الجزء الثاني بيفكروا يعملوا مسلسل اركم، هيبقى حاجه جامده جدا جدا جدا. كمان وزيدك من الشعر بيت ان التريلر بتاع سوبرمان، حابب اقول لك ان التريلر ده برضه خلى الواحد يفكر كده يرجع ويتكلم شوية على مستقبل عالم دي سي. انا اول مرة بقول لك عالم دي سي ان شاء الله مترابط هنتكلم عنه. كمان في مسلسل انيميشن برضو تابعته الفترة الاخيرة، كريتشر كوماندرز، وبصراحة مسلسل حلو جدا. في يعني بعض الفجوات الكتابية كده، ومش عايز المصطلح يبقى تقيل شوية، ولكن في حاجات كده غريبة في الكتابة فيه، هي مش احسن حاجة، ولكن المسلسل جامد جدا وطريقة جيمس جان باينة فيه أوي. فده من الحاجات الإيجابية الفترة الأخيرة اللي خلت الواحد فعلا عايز يرجع. وغير كده وكده في الأول وفي الآخر أنا زي ما قلت لك دي حاجة الواحد شغوف بيها، بيحبها وحابب يتكلم عنها وحابب يشارك فيها مع الناس كلها اللي مهتمة كمان بنفس الحاجة اللي أنا بهتم بيها. فأكيد بتبقى حاجة جميلة جدا الواحد يلاقي حد زي كده بيهتم بنفس الشيء، بيتكلم في نفس الحاجة، يديك نظريات، يحكي لك حاجات عنه، تزود حماسك كمان وشغفك أكتر وأكتر للحاجة دي اللي أنت بتحبها. فدي اللي خلت الواحد فعلا يرجع تاني